في الجزء الثالث من أونتيغون، من بعد ما غادي يقرر كخايون على انه يدفن ايتيوكل وما يدفنش بولينيس ويخليه كيتعفن، هنا أونتيغون غادي ترفض الحكم وما غاديش تقدر تخلي خوها كيتعفن، وغادي تقرر انها تدفن الجثه ديالو، ولكن غادي تفشل وغادي يشدوها الحراس اللي غادي يديوها عند كخايون. من وراها كخايون غادي يحاول معاها بالهضره على انه يقنعها باش ما تدفنش خوها، ولكن هي راسها قاص وبقات مصره على انها تدفن خوها، وما خلات لكخايون حتى حل اخر من غير انه يقوم بالاعدام ديالها، وغادي يعطي الاوامر ديالو للحراس باش يحفروا واحد الحفره كبيره ويلوحوها فيها ويرميو عليها التراب. وهنا غادي يجي الخطيب ديالها ايمون واللي هو ولد كخايون وغادي يطلب باه باش يتنازل على الحكم، ولكن بلا فائده، وغادي يقرر يلوح راسو معاها ويضرب راسو بالموس اللي هز معاه. ومن بعد الام ديال ايمون اوغيديس غادي تسمع اخبار وغادي حتى هي تنتحر وتذبح راسها، وغادي يبقى في الاخير خايون وحيد ولكن غادي يبقى مستمر في الحكم. وهنا كتسالي القصه ديال أونتيغون.